السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتونا جدا، يا ريت ما ننساش نحط لايك والاشتراك في القناة عشان تشجعونا ننزل كل جديد. أنا النهاردة هقول لكم على أفكار سهلة جدا عشان تجهيزات رمضان. طبعا الخضار حلو جدا في السوق اليومين دول، فكله يجيبوا البسلة حلوة قوي، اخرها ب15 جنيه. فهاتوا فرزوا بسلة، وفي سبانخ حلوة جدا، وفي جزر حلو. الجزر ممكن بيقعد معاكم بالشهر لو في التلاجة في كيسة ناشفة، فلو عايزين تحطوه في الفريزر، لو ما عندكوش وقت تحطوه، مش عايزين تسيبوه في درج التلاجة عادي، مش هيجراله اي حاجة. هاتوا لحمة مفرومة واعملوها عصاج وحطوه في علب في التلاجة، ده هينفعكم جدا. عايزة تعملي مكرونة بشاميل هتبقى عندك جاهزة، سمبوسك جاهزة لأي استعمال، بدل ما لسه كل مرة هتروحي جايبة اللحمة وتعصجيها. فعصجي وحطي في الفريزر، هتقعد معاكي طول شهر رمضان، خصوصا لو بتشتغلي او مفيش وقت او الدروس، هتبقى حلوة جدا. وايه كمان؟ البلح، هاتوا البلح اللي بيبل البلح سواء بالمية او باللبن، هاتيه وفصصيه كله وحطيه في كيسة في درج التلاجة، وهتاخدي كل يوم على قد اللي عاوزة تبليهم تبليه وتحطيه، هيبقى جاهز. مش كل يوم هتفصصي الحبة اللي انت عايزاهم. وطبعا الطماطم ما اقولكوش على جمال الطماطم اليومين دول، ورخيصة جدا، التلاتة ب10. زي ما قلت لكم الطماطم حلوة جدا، ووصلت ان التلاتة ب10. ده طبعا في رمضان هنلاقي الكيلو ب20 وب30. فهاتوا طماطم، وعلى فكرة لو جامدة ممكن تقعد معاكم، وطبعا تعملوها صلصة، دي هتنفعكم في اي وقت. طيب بالنسبة بقى للشوربة، سواء شعرية او لسان عصفور او شعرية عشان الرز، ممكن تحمروها كلها، الكمية كلها، وان شاء الله حتى لو كيلو، وتحطيه في علبة في التلاجة، وتطلعي منه كل يوم على قد اللي عاوزة تعملي شوربة او تحطي حبة على رز. وخصوصا لو بتشتغلي او بتخرجي كتير، الحاجات دي هتسهل معاكي جدا، وهتلاقي ان الموضوع سهل قوي بعد كده، مش هياخد منك وقت في تحضير الفطار. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يبلغنا رمضان واحنا كلنا في اسعد حال. رب يسعدكم جميعا يا رب، اللهم امين. يا ريت يا ريت ما ننساش لايك والاشتراك في القناة، وتشجعوني وتقولوا لي عايزين نقول افكار ايه تانية. كل سنة وانتم طيبين. اهي افكارنا. طبعا كل الخضار زي ما قلت لكم موجود دلوقتي في السوق، حلو قوي، فإحنا هنسهل على نفسنا كتير لو جبنا الحاجة وجهزناها من دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.